انا كل ما اجهز الفيديو ده يحصل تعديل يضرب لي فيه مفك واضطر امسح اللي كتبته واكتب من اول وجديد. بصوا يا جدعان واسمعوا ووعوا حدود استخدام الكريدت كارد او فيزا المشتريات في السفر. اول حاجه الديبت كارد ممكن ندفع بيها لو اللي هندفعه مصري بس، وممكن ندفع بيها حجز الطيران طالما احنا بنحجز على شركات طيران مصريه. طب الكريدت كارد او فيزا المشتريات، بصوا يا جدعان طالما احنا لسه جوه مصر لو في حجز طيران او فنادق فانا لسه مربوط بالليميت اللي هو $250، ولو مش مكفيين ممكن نحجز مع شركات الطيران المصريه لان كده كده هحاسب بالجنيه المصري. وهنا ممكن اخلي الكريدت كارد بالليميت بتاعه مفتوح للسفر. طب الفنادق بقى عشان دي مشكله عندي انا شخصيا، خلي او اختار الفندق اللي فيه الاوبشن الدفع عند الوصول، بتلاقيها على بوكن كده مكتوبه pay at the property، وانا عارف ان مش كل الفنادق بتقبل كده. في فنادق تانية ممكن يسحب سعر ليله واحده بس والباقي بدفعه لما اوصل، وكده كده بيكون الليميت اتفتح. وقبل ما اسافر ببلغ البنك بتاعي ان انا مسافر، يا اما من الكول سنتر بتاعه او اروح الفرع حسب كل بنك، وساعتها بيفتح لي ليميت الكارت بحد اقصى 90 يوم في السفريه. ولما ارجع لازم اوري له اختام الدخول والخروج علشان ما اقعش تحت طائله القانون. قبل ما انسى محتاج ابلغ البنك قبل السفر ب 48 ساعه عشان يفتحوا لي ليميت الكارت. ولو انا مكمل اكتر من 3 شهور ببعت للبنك ما يثبت ان انا لسه مكمل في السفر. حد فيكم سافر مؤخرا واتكعبل في اي حاجه من الحاجات دي؟ وعملتوا ايه علشان تسهل الدنيا على نفسكم؟ عرفوني في الكومنتات. سلام عليكم.